مرحبا بكم في قناة Arab Influencers News. في هذا الفيديو الجديد سنغطي أبرز أخبار وأحدث المستجدات في عالم المؤثرين العرب. فيديو اليوم سيكون عن جولة في الإنترنت. جولة اليوم فيها أخبار من العيار الثقيل، من كتب كتاب نارين بيوتي لموعد خطوبة نور ستارز، التطورات التي قاعدة تتطور بين سيدرا ورامي. نارين بيوتي مؤخرا نشرت صورا من كتب كتابها على رجل أعمال رامي سامو، وظهرت بإطلالة ناعمة بفستان دانتيل أبيض وشعر منسدل وسط ديكورات كلها نعومة وأناقة. الصور انتشرت على كل منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل ضخم من المتابعين والمشاهير. ما توقف الموضوع هنا فقط، بل نارين كمان كشفت أن موعد زفافها سيكون في 12 أبريل. الحماس واضح، وشاركت أيضا جمهورها أن تجهيزات الزفاف من فساتين للدعوات، وكذلك نشرت مقاطع من حفلة توديع العزوبية التي كانت مليانة من الضحك والمرح مع العائلة والأصدقاء فقط. وتعليقات المتابعين كانت من بين أخيرا وأحلى عروس، كلهم فرحانين من أجل نارين بيوتي. فما رأيكم أنتم بإطلالاتها؟ برأيي أن إطلالاتها تجنن كتير، لا بأ لها. إطلالة عقد القران، وكذلك إطلالة توديع العزوبية، وكذلك إخواتها شيرين وسيدرا إطلالاتهما بتجنن. فبرأيي الشخصي أنهم سيأخذون مني 10/10 على إطلالاتهم الثلاثة. في حفلة توديع العزوبية كانت موجودة بيسان، شهد مرت خالها، وكذلك شهد زوجة شيرو وصديقتها من السويد صديقتها باسكال. من الواضح أن الحفلة العزوبية كانت بين العائلة والأصدقاء المقربين فقط. أما المفاجأة الثانية هي عن نور ستارز. بعد أسابيع من التلميحات طلعت نور في ستوريات وأكدت أن في خطوبة قريبا جدا في شهر 5، أي في شهر ماي. ما أتت تفاصيل كثير عن العرس، ولكن المتابعين بدأوا يخمنوا بين الشخصيات التي ظهرت معها مؤخرا. الفيديوهات التي نزلتها فيها فساتين سهرة وتجهيزات زادت الحماس. كمان لاحظنا أنها صارت تختار أماكن رومانسية أكثر لتصوير محتواها. فهل يا ترى الإعلان الرسمي عن موعد الزفاف سيكون قريبا؟ ما رأيكم؟ الآن سنرى الفقرة التي أثارت الجدل مؤخرا، سيدرا ورامي، التي كان بدايتهم مجرد محتوى مشترك صارت علاقتهم حديث المتابعين. مؤخرا رامي أضاف سيدرا على منصة الإنستغرام، وكذلك سيدرا بعد ساعات من إضافة رامي لسيدرا أضافته أيضا. في مقابلة لرامي قال أن ليست هناك أي شيء بينهم، أن لو كانت شيء بينهم لكنا أضفنا بعضنا على منصات التواصل الاجتماعي. هذا دليل أول أن هناك شيء بينهم. فبدأت التساؤلات، هل هم فعلا مرتبطين؟ بالمقابل البعض شاف أنه مجرد تمثيل أو محتوى للترند. المتابعين منقسمين بين المؤيد والمعارض، بس الأكيد أنهم عرفوا كيف يشدوا الانتباه.